بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا مع بعض نعمل الكبدة الجميلة دي يا جماعة. أنا جبتها حطيت عليها توم مهروس وكمون وملح وفلفل اسود. طبعا طعميها بالقدر اللي انت ماشية عليه، لا تخليها حادقة ولا تخليها دلعة. أنا عملت كده وسبت الكبدة ساعتين منقوعة في الخلطة اللي أنا بقول لحضراتكم عليها دي: توم، كمون، ملح، فلفل اسود. خلاص كده هجيب بقى الكبدة واحطها في الردة وبعد كده احمرها في الزيت. مفيش اسهل من كده وبتطلع جميلة قوي. اهي كده بعد ما خلصت. بصوا بقى يا حبايبي انا عملت ايه. انا بقى النهاردة بقى ايه كده عملت لهم اكلة كده من عند بتاع الكبدة. دي الكبدة هي اللي بالردة. انتي بس تخليها يعني شمميها النار، ما تخليهاش تتحمر قوي. سهلة وبسيطة وجميلة. وده الرز الابيض. غسلي الرز كويس ونقعيه نص ساعة وبعد كده صفيه كويس وهاتي معلقتين سمنة كبار خليهم يسخنوا وحطي الرز وقلبي قلبي وحطي الملح المناسب. سخني مية في الكتل وحطي المية على الرز ووطي النار، واول ما تحسي انه شرب المية وطي النار اكتر. ادي الرز ودي سلطة الطحينة. طيب انا اروح بقى اجيب نص كيلو طحينة ب50 جنيه عشان احطها على اكلة بسيطة زي دي؟ لا طبعا. انا جبت ربع كيلو سمسم وفي السريع كده رحت طحناه في الكبة وعلى الخلاط ورحت حطاه وحطيت معاه كوباية ونص زيت وحطيت كوباية الا ربع دقيق على حسب ما انت تحسي ان الطحينة كده حلوة معاكي. انت بقى ايه كلك نظر وتشوفي الطحينة لفت واتظبطت من كوباية زيت يبقى كفاية كوباية زيت. محتاجة تخف شوية زودي شوية زيت. الطحينة طلعت جميلة جدا. وهي انا عملت الطحينة حطيت فيها نفس الخلطة اللي انا حطيت منها للكبدة ونقعتها فيها، حطي منها للطحينة وقلبيها كويس ب3 معالق خل ومقدار كده يعني حوالي ربع كوباية مية سخنة، ربع كوباية مية سخنة صغيرة، وبالمضرب السلك واضربيها كده مع بعضها وحطيها في طبق وحطي عليها شطة. وخلاص كده خلصت الطحينة. طعم ولا أروع من كده، طبعا أحلى بكتير من اللي بتيجي من المحلات. تعالوا بقى للحاجة بقى الأكبر والأهم، سلطة الكبدة اللي انتوا شايفينها دي مش خضار مطبوخ اللي في الأطباق الصغيرة دي، لا دي سلطة كبدة زي اللي بتجيبيها من عند بتاع الكبدة. أنا حمرت لسان العصفور وبعد كده حطيت عليه ربع كوباية طماطم، هي حوالي كوباية لسان عصفور صغيرة، عليها ربع كوباية طماطم معصورة، أو لو عندك صلصة حطي معلقة صلصة وربع كوباية مية ومكعب مرق الدجاج. أول ما لسان العصفور يستوي حطي بقى الكبدة اللي انتي قطعتيها، هي شريحة كبدة زي دول كده اللي في الطبق، قطعيها قطع صغيرة وحطيها على لسان العصفور. وخلاص لسان العصفور استوى، حطي بقى الكبدة دي وقلبي تقليبة حلوة كده وظبطي الملح واطفي النار عليها. بس كده ادي سلطة الكبدة وادي اكلتنا الجميلة النهاردة. وده زيتون جاي لي هدية من مرسى مطروح، حطيته برضو مع الاكل. وطبعا يا جماعة الكبدة والسمك لا غنى عن الجرجير عنهم، لازم يبقى فيه جرجير على الترابيزة. مش عارفة بقى يعني، هو انا اتعودت من زمان على كده ان لازم الجرجير يبقى على الترابيزة مع الكبدة ومع السمك. اهو جرجيري الجميل دوت جبته كده وغسلته غسلة كويسة ونقعته في الخل وبعد كده صفيته في المصفى واديني حطيته مع الاكل، بيدي طعم حلو كده وانت بتاكلي الكبدة. واللي هتعمل الأكلة دي بالهنا والشفا حبيبة قلبي، واللي عندها أي سؤال تتفضل أنا تحت أمرها. وزي ما قلت لحضرتك وانتي في المطبخ حاولي تعملي أكتر من حاجة، ما تعمليش حاجة واحدة علشان ما تقفيش في المطبخ كتير. وأترككم في رعاية الله وأمنه. وأتمنى من حضرتك تعملي لي لايك، دوسي على القلب الأحمر ده، خليه الأبيض ده خليه أحمر، واعملي لي اشتراك في القناة، دوسي على الزائد. واللي مشترك عندي ممكن تعملي لي بس حركة اكسبلور كده جميلة من ايدك الحلوة وهكون متشكرة لفضلك. ودلوقتي بقى اقول لكم مع السلامة، اترككم في رعاية الله. واللي عايز اي شيء مني يتفضل يسألني، انا تحت امركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.